دايما بنفكر ازاي نخلي البيت شكله أفخم وأقيم، طبعا أجمل. بس مش دايما بنكون عايزين نحقق الموضوع ده بتغييرات كبيرة، يعني مثلا تغييرات تستدعي إننا نغير قطع الأثاث أو نغير حاجات في الستاير أو في النجف. فده موضوعنا النهاردة، ازاي نخلي البيت أفخم بتغييرات صغيرة ممكن كتير منها تقومي تعمليها دلوقتي. أنا ريم من فريق كال منزل. ما تنسيش تتابعينا على يوتيوب وفيسبوك وإنستجرام. ما تنسيش كمان إن الفيديو متقسم أجزاء، ممكن في وصف الفيديو تضغطي على اسم الجزء اللي انت عايزاه تروحي عليه على طول. يلا بينا بقى ندخل في الموضوع. هقولك على 5 حاجات تقدري تعمليهم بسهولة هتزود جدا فخامة البيت. أول حاجة ليها علاقة بالمخدات أو الكوشنز. اتأكدي دايما إن حشو أكياس المخدات مالي الكيس على الآخر، ما تخليش الكيس مرخي أو فيه مساحة فاضية. يعني لو الكيس مثلا عرضه 40 سنتي، هاتي مخدة تحشي بيها عرضها 45 سنتي، تحشري المخدة بالعافية جوه الكيس وتقفلي عليها، ساعتها تعرفي إن حجمها مناسب. المخدات اللي مش مالية كيس المخدة أو كيس الكوشن كويس بتقلل جدا من فخامة البيت ومش مريحة للعين. رقم 2، ايه الأكسسوارات اللي بتزيني بيها الترابيزات والأرفف وأي كونسول عندك أو بوفيه؟ نوعي في أشكالها وأحجامها، لكن أهم حاجة نوعي كمان في خاماتها وخليها تكون خامات طبيعية. يعني استخدمي مثلا حاجات مصنوعة من الزجاج، من الرخام، حاجات خشبية، حاجات من الفخار، وهكذا. التنويع في الخامات الطبيعية ده بيدي فخامة وشياكة غير عادية. وعلى فكرة مش لازم تنوعي في الألوان، يعني لو انت عايزة تلتزمي بباليتة ألوان واحدة أو تخليكي في الألوان الحيادية ما يجراش حاجة، بس ضروري تنوعي في الخامات. رقم 3، حاولي تخلي كل مكان أو كل غرفة في البيت يكون فيها على الأقل قطعة واحدة ملفتة جدا، يعني قطعة كده الناس أول ما تدخل وتشوفها يقولوا واو إيه ده، دي حاجة غريبة أنا ما شفتش زيها قبل كده، أو يكونوا عايزين يسألوكي قصتها إيه. ممكن دي تكون قطعة فنية، ممكن تكون صورة عائلية حتى كبريها وبروزيها بطريقة جميلة، ممكن تكون أنتيك انت جايباه لو بتحبي تجمعي الأنتيكات، ممكن تكون حاجة قطعة أو تحفة قديمة موجودة عندك في العيلة من زمان وانت حابة تحتفظي بيها، بس حاجة مش أي حد يقدر يدخل محل ويجيب زيها. وعلى فكرة هرجع أقولك تاني، مش لازم تكون حاجة غالية، بس تكون حاجة مختلفة، الواحد أول ما يشوفها كده يبقى عايز يعرف أكتر عنها. رقم 4، أكتر حاجة بتقلل من فخامة البيت هي الكركبة، وخصوصا كركبة الأسلاك. لو عندك مكان مثلا فيه كمبيوترز أو حاجات إلكترونيات أو التلفزيون، ما تخليش الأسلاك مدلدلة في كل حتة. ممكن تجمعيها في بوكس صغير كده وتقفلي عليهم وتشيليهم جوه الكونسول أو تحته. لو الأسلاك لازم تكون على الحيطة، بيجيلهم كفر صغير كده بيركب فوقهم، على الأقل جمعيهم واربطيهم مع بعض وخليهم محطوطين بطريقة منظمة. مفيش فعلا أي حاجة بتبوظ الشياكة أكتر من الأسلاك دي، الكراكيب بصفة عامة لكن الأسلاك خصوصا. وخامس حاجة هقولك عليها المهمة جدا هي ريحة البيت. مش بس تأكدي إنك دايما تهوي البيت وتخلي ريحته حلوة وفريش، ممكن كمان تعطريه بطرق مختلفة، بالزيوت العطرية الطبيعية، بشمع، ببخور. وخصوصا ركزي طبعا في الحمامات وفي المطبخ والحتت اللي حواليه عشان روايح الطبيخ. أحلى حاجة لما الواحد يدخل البيت أو لما أي ضيف يدخل بيتك يلاقي ريحته فريش وريحته جميلة، دي حاجة بتخلي أي بيت فخم وجميل. الحاجات اللي قلتها على فكرة دي كلها ملهاش علاقة بتفضيلاتك الديكورية انتي، دي ليها علاقة براحة الواحد في المكان، وإن كل حاجة تبقى منسقة ومتزنة ومريحة. قولنا لو عندك أفكار تانية وقولنا كل أسئلة.